لو بتدعي بقالك فترة ولسه دعائك ما استجابش، يبقى الكلام ده ليك. ربنا وعدنا باستجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا يمكن ربنا يخلف وعده، لأنه قال على نفسه إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. حاشا لله إنه ما يستجيبش دعائك. لو أنت واثق في الله لازم تبقى واثق في وعوده، ومن أسمائه القريب المجيب سبحانه. مفيش أي حاجة في الدنيا تقدر تعطل تحقيق اسم من أسماء الله الحسنى. طب لو أنت مصدق في كل ده، ليه بقى في دعوات ما تستجابش؟ هو وعدك بالإجابة في الوقت اللي يختاره هو سبحانه، مش في الوقت اللي تختاره أنت. ركز في إنك أنت العبد وهو الإله. اوعى تسيء الأدب وتتهمه في ملكه وتقوله أنت ليه ما عملتليش كده. هو وعد بالإجابة، لكن التوقيت إمتى؟ التوقيت عنده هو. ليه؟ عشان مش لازم يكون الخير إنه يحصل دلوقتي. ممكن يكون الخير إنه يحصل بعد سنين طويلة، ويكون ده في مصلحتك. يمكن أنت مش بالنضج الكافي اللي يخليك تحافظ على الحاجة دي لو جاتلك دلوقتي، أو محتاج تتعلم حاجة معينة قبل ما تجيلك. زي قصة الولدين اليتيمين اللي في سورة الكهف، اللي أبوهم ساب لهم كنز، ولكن سيدنا الخضر بنى عليه سور لحد ما يكبروا، لأنهم لو خدوه دلوقتي أهل القرية هياخدوه منهم. وسيدنا موسى استغرب فعله ده، ولكن ربنا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يبقى تأخير الدعاء من حكمة ربنا، عشان انت ما تعرفش الغيب لكن هو يعلم الغيب. فاوعى تغلط وتسيء الأدب. هو وعد يبقى خلاص الموضوع خلص. وفي حاجة تانية، انت ممكن تكون بتدعي بحاجة فيها شر ليك، بس طالما دعيت يبقى لازم يديك. ما ينفعش ترجع بإيدك فاضية بعد ما دعيت أكرم الأكرمين. لازم هيديك اللي أحسن من اللي طلبته. ومش بس كده، هيعطيك حتى يرضيك يقينا. والله ربنا قال: وآتاكم من كل ما سألتموه. كل حاجة طلبتوها هتاخدوا منها. افتكر كم مرة حصل معاك الموقف ده. هتلاقي كتير، بس الشيطان بينسينا عشان ننسى إن معانا أقوى سلاح وهو الدعاء. كمل دعاء وما تيأسش، وثق في ربنا ووعوده. لو اتأخرت ده خير ليك، ولو ما حصلش هيحصل اللي أحسن منها. لكن الدعاء مش هيترد ومش هيروح على الفاضي. وكل ما يكبر الإحساس ده في قلبك، كل ما تطمن أكتر وروحك تسكن، وما تبقاش قاعد متضايق إنه لسه ما استجابش. ربنا يستجيب دعائنا ويحقق أملنا. أنا وكل اللي يقول أمين.